ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى هقول لكم وصفه حلوه جدا للجسم. اول حاجه معايا هجيب اي علبه نظيفه، لو عندك اي علبه كريم خلصت منك تقدري تغسليها كويس قوي وتعقميها، او تجيبي علبه من الصغيرين دول اللي بتحط فيهم الرز بلبن او المحليه. ماشي، اهم حاجه تكون نظيفه بالشكل ده. انا بستخدم العلب دي تبقى حلوه قوي. الوصفه بقى بتاعت النهارده بتقشر الجسم، سهله قوي، بتقشره وبتفتحه جدا وطريقتها حلوة قوي. اول بقى مكون معايا هيبقى ايه؟ هو السكر. هاخد 3 معالق من السكر، ده المقدار اللي انا هقوله لكم، وتقدري ان انت تزودي الكمية، يعني مثلا بدل 3 معالق 6 معالق كده يعني. ماشي، 3 معالق من السكر، معلقة. تاني مكون معايا هو النشا، معلقة من النشا. ماشي، ومعلقة كمان من ده كركديه مطحون. انت كده السكر بيعمل تقشير هايل جدا للجسم، الكركديه بيفتحه والنشا بتشد البشره، تحفه. هعمل ايه بقى؟ هخلط المكونات دي كلها كويس قوي، وانت تقدري تضعفي الكميه، يعني مثلا 6 معالق سكر، معلقتين نشا، معلقتين كركديه، تملي العلبه بتاعتك. ماشي، وبعد كده بقى هتعملي ايه؟ دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ تقدري تضاعفي الكميه، 6 معالق سكر، معلقتين نشا، معلقتين كركديه، وتحطي العلبه دي هتقفليها وتحطيها جنب الشاور جيل بتاعك، اي شاور جيل انتي بتستخدميه. انا بستخدم النوع ده حلو. ماشي، هتحطي العلبتين جنب بعض في الحمام، هتيجي تستحمي هتعملي ايه؟ هتاخدي شويه من الشاور جيل، على هتحطي معلقه من الخليط ده على الشاور جيل اللي انت بتستحمي بيه، وهتدعكي بيه جسمك جدا. انت كده غسلتي جسمك وقشرتيه وفتحتيه. واظبي بس على الطريقه دي، هتلاقي جسمك فاتح جدا متقشر، ما فيهوش اي تصبغات او اي مكان غامق. طريقه حلوه جدا وسهله. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعي مش تنسوا تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.